السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات مع طبخ وحلويات. اليوم جبت لكم سلق كيفاش يجي بنين وخفيف. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. نهزوا مغرفة زبدة، نديروا لها 3 مغارف زيت الزيتون، ونزيدوا مغرفة طماطم العلب، انا كنت حطيتها في الكونجيلاتور، دوكا نديروا لها حتى تذوب وتتقلى مليح مع هذيك الزيت والزبدة، ونكبوه هذاك الدجاج كي ديري هكذا يجي بنين، تدخل فيه الطماطم تعطيله البنة، ومن بعد نديرو له شوي ملح، كمون، توابل الدجاج، فلفل الكحل، خلطوهم مليح ونقليوه هكذا. دوكا حنا ما نقليوهش بزاف، يتقلى هكذا برك شوية ونحيوه. دوكا نديرو زيت الزيتون 3 مغارف، نحطو فيه البصل. بهذه الطريقة يجينا السلق بنين. نقليو مليح هذاك البصل، نديري له شوية ملح ونقليوه مليح حتى يطلق روحو هذاك البصل، باش نزيدو الخضرة الأخرى اللي درناها. هاو دوكا البصلة طلقت روحها مالا، دوكا نزيدو الطماطم كنا قصيناها مربعات صغار مرحيناهاش، وفلفلة انا درت فلفلة حمراء وهي حارة يا مش حارة، يعني نتي حبيتي ديريها حلوة ولا حارة كيما حبيتي، وسنينات تاع ثوم ونقليوهم مليح. دوكا هما ثاني كي يتقلاو مليح نحيوهم ونزيدو نديرو السلق، كنت غليتو شوي في الماء ودوكا حطيناه يتقلى في شوية تاع زيت، درنالو شوية برك، درنالو شوية ملح، شوية ثوم غبرة، ونخليوه شوية تدخل فيها شوية الزيت، هذيك زيت الزيتون، ونخلطوهم الكل مع بعضهم تدخل البنة تاعهم مع بعضهم مرة. شوفوا كيفاش جاو الالوان تاعهم، والبنة ما نقولكمش كيفاه جا بنين. دوكا نهزو نديرو كريمة الجبن فيها نص لتر حليب، نزيدو 4 حبات فرماج، نزيدو صفار بيضة، شوية ملح، شوية ثوم غبرة، أعشاب عطرية، و3 مغارف نشا، و3 مغارف نشا متعمريهمش يعني بومبي بزاف. نزيدو مغرفة تاع زبدة، ديريهم بارد في بارد، من بعد باش تروحي تحطيهم في النار وتقعدي تخلطي حتى تولي هكا، تولي كريمية. هزي كبي شوي منها في المول هذا اللي راح نطيبو فيه، وبعدها كبي السلق هذاك اللي درناه. شوفي كيفاه جا، هكذا كي تمديه بالطريقة هذه ولادك ياكلوه ثاني يفرحوا به. شوفي كيفاش زدنا الكريمة من الفوق، وزدنا الجبن ثاني مربعات، ونحطوه في الفرن يطيب شوية من تحت، من بعد نزيدو نشعلو له من فوق باش يحمر. بعد ما طاب شوفي كيفاش جا. دوكا نقصلكم طرف وتشوفوه كيفاش جا. هذا الطبق هذا حتى في رمضان نقدروا نديروه. شوفي كيفاه جا، جاي شهي، شهيتكم في الجنة، وشكرا. واللي ما اشتركتش في قناتي تشترك ليصلها كل جديد، ونتمنى تجربوا الوصفة وتشاركوني رأيكم في التعليقات، وشكرا.